في شاب اسمه فهد كان راجع من الدوام تعبان وطفشان، جلس على سريره وبدأ يتصفح جواله كالعادة. فتح الكاميرا الأمامية وبدون سبب حس إن في شخص واقف وراه، بس يوم التفت ما في شيء. ضحك على نفسه وقال يمكن تعبان. بس بعدها بدقايق جاله اتصال من رقمه هو، نفس رقمه، نفس الاسم ونفس الصورة. تردد يرد بس الفضول غلبه، ضغط رد. بس اللي سمعه صوته هو، بس أبطأ شوي وبارد، ويقول لا تطالع وراك، هو يشوفنا من 3 أيام. قفل الاتصال ووجهه مصفر، طالع وراه ما شاف شيء، بس كل شيء بالغرفة صار تقيل، كأن الهواء صار ما يتحرك. قام وطلع من الغرفة وراح لصاحبه ووراه سجل المكالمة، لكن لما فتح التسجيل ما سمعوا شيء، بس لقوا صورة محفوظة بالجوال ما هم مصورها، صورة سريرة وفيه رجل نايم مكانه، ملامحه مو واضحة بس مبتسم. من بعدها صار كل ما يطفي جواله يشتغل من نفسه، وكل ما يفتح الكاميرا الأمامية يلقاها مصورة لحالها، إلين ما أرسل لها الجوال رسالة: أنا مو جوالك، أنا اللي ياخذ مكانك. فهد راح لأقرب محل وغير جواله، فرمت كل شيء حتى الشريحة، وحلف إنه ما يلمس كاميرا الجوال وهو لحاله مرة ثانية. مرت أيام وكل شيء رجع طبيعي، بس في ليلة وهو نايم سمع صوت نغمة قديمة يعرفها، نغمة جواله القديم. فتح عيونه ولقى جواله الجديد منور وفي إشعار صورة جديدة محفوظة. فتحها وكانت نفس الصورة، سريرة ورجل نايم عليه، لكن هالمرة الصورة مأخوذة من الزاوية اللي السريرة فيها ما ينبان منها أبداً إلا من فوق. قام يركض، نزل للشارع، مسك أول تاكسي وقرر ينام عند خاله. بس أول ما جلس على الكنبة خاله جايب له ماي ووجهه متغير وسأل: من متى وانت تحب تضحك وانت نايم؟ قال له أنا ما ضحكت. الخال قال: كيف؟ قبل شوي كنت نايم هني وابتسامتك كانت غريبة، ما فتحت عيونك أبد. فيصل ما قدر يرد، بس جواله رن، ومنه المتصل: أنا فهد. خلاصة القصة: مو دايم اللي يرد على الجوال هو أنت.